السلاح ده؟ قبضته على حاجة عندي؟ يا بيه أنا راجل كبير ومن الأعيان، وعندي أرض وطين تكفيني أنا وعيالي طول عمرنا، ما محتاجينش نشتغلوا في الممنوعات. ما الارض محتاجه سلاح يحميها ولا ايه؟ سلاح على كد الحراسة بس، وبرخصة من عنديكم كمان، إنما تجروا فيه لا. تفسر بايه وجود ولادك الاثنين جابر ودياب في موقع التهريب؟ ده ملعوب مدبرينه ليهم ولاد الحرام. أنا خابر ولادي زين يا بيه، لا ممكن يعملوا كده. دول متلبسين يا بيه أنا راجل كبير ما قادرش أحصي خطويهم كلها، إنما يمكن الشيطان لعب بعقلهم كده ولا كده، والله أعلم، لكن ما معقولاش. أما عن ذات نفسي أنا ماليش صالح بالحكاية دي واصل. أمرنا نحن وكيل نيابة قنا إخلاء سبيل المدعو منصور شفيع البطاش بضمان محل إقامته. اتفضل أنت. أنا بختم يا بيه. ماما أنا بقيت مقدم. ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك. هو فين المقدم ده؟ بقول لك يا حسام، سلام قولا من رب رحيم. فلوس المكافأة دي ننزل نصرفها في أي كباريه ولا حاجة. يعني كباريه ده أنت ظابط شرطة يا مدي. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يبارك. عقبالك عقبالك. مبروك يا حسام. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا شاهين. ألف مبروك يا عم حسام يا مشرفنا. الله يبارك فيك يا متر. الله يبارك. أروح أحضر لكم الغدا بقى، زمانكم جعانين. خديني معاك يا ماما سعد. ايه؟ بقول لك يا محمد، كنت عايزك في موضوع كده. لو النبي سيبني مع حسام عشان فرحان لو بيه. النبي يا رزل روح شوف موضوع. يلا يا عم يلا. في ايه يا حسام؟ ايه محسساني ان ذئب داخل عليكي في ايه؟ انا وزعتهم لك كلهم. والله فرحان. الله يا سعيد يا رزل. حته وجبه دي. الحمد لله بقينا لوحدنا. ايه؟ مفيش واحده مبروك؟ بحبك. ماشي دي انا عارفها. واحده مبروك. مفيش، بحبك. ايه الرزق؟ يا ساتر يا رب. ايوه خلاص. ايه يا زفت في ايه؟ حاجه مهمه قوي يعني؟ طيب مسافه السكه خليك مكانك. معلش يا حبيبتي انا اسف، مشوار صغير نص ساعه ولا تحضر له غدا وهاجي على طول. صد رد. ساعة؟ نص ساعه. انت دايما بتقول نص ساعة على فكرة. ما تخليكي واقفه مكانك كده نص ساعه هتزهقينا. بس روح، انا اروح اساعد معاك، اساعدهم في الغدا. امشي. بطل كذب يا عمر، البواب قال لي انك متجوز الرقاصه اللي اسمها لولا وانها ساكنه في الدور التاسع. كذاب. انا كنت طالع فوق عند واحد صاحبي، وبعدين ايه الاسلوب ده؟ انت بتراقبيني؟ طب اسمه ايه صاحبك ده وساكن في الدور الكام؟ ما تتنيل ترد. انا مش عيل صغير، وعلى ما اظن انا عارف مصلحتي فين كويس قوي. عيب الكلام ده يا عمر، دي برضه اختك وانا فاهم اخوك الكبير. يعني انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ عايزين نعرف انت متجوز الرقاصه دي ولا لا؟ ايوه متجوزها، وبحبها وهي كمان بتحبني، وما اعتقدش ان احنا نعرف نسيب بعض. لا هتسيبوا بعض يا عمر. مستحيل. ليه مستحيل؟ عشان كاتب على نفسي مؤخر ب250 مليون جنيه. يخرب بيتك، 250 جنيه في رقاصه. اهدي يا مان مش كده. اهدى ايه؟ ده لو ماما عرفت هتموت، حرام عليك، انت متخلف. ألف مبروك يا باشا على العملية والترقية. الله يبارك فيك يا طاهر. بركه فيك. انت الجندي المجهول. ولحد امتى هفضل مجهول يا باشا؟ لحد ما العمليه تخلص. الله ما هي خلصت خلاص، خلصت يا باشا. جابر مات ودياب اتمسك. لسه راس الحيه منصور. طب بمناسبة منصور بقى يا باشا، خد بالك شكله ناويلك على نية سودة، وهو ده اللي خلاني اكلمك واجيلك. وعرفني منين؟ معرفش، بس شكله كده سأل واتطقص وعرف ان انت اللي قتلت جابر وقبضت على دياب. ماشي ماشي. خد بالك من نفسك يا باشا. ما تقلقش عليا. انا عايزك انت بقى تركز وتجمع لي كل المعلومات. عايز امسك منصور متلبس ونوصل للجماعه اللي بيتعامل معاهم بره مصر عشان نقفل العمليه على نظافه. ساعتها بقى حلو اوعدك ان انا هكلم الساده المسؤولين يرقوك ويدوك مكافاه. يدينا ويديك طولة العمر يا باشا. يعني بس كنت محتاج مكافأة كده صغيرة زي المكافأة اللي سيادتك خدتها. اصبر بحوشهم لك عشان يملوا عينك الفارغه. طب ان شاء الله ورك فارغة حتى اصبر به نفسي. يعني مش مكفيك اللي بتهلبه من منصور وعياله؟ ماني لازم انا اعمل كده يا باشا عشان يصدقوا انني معاهم. طب اخويا استنى. يا ساتر على الدناوه.
باشا. خد الخمسينية دي حل بيها بقك. وهو البق ده برضه يا باشا يتحل بخمسينايه؟ ده اقل تورتايه النهارده باكتر من 100 جنيه. تورتايه؟ بلاش تورتايه، خليها عسليايه، هي افيد ليك ولصحتك بدل ما تتخن. حكيم انت لما بتتخن مخك بيتخن. سلام. سلام يا باشا. ماشي. يا واد يا فتحي، انت يا زفت. ايوه جاي. ايوه يا شيكام. هات لي واحد شاي سكر بري. ما هو انت لو تقول لي عايز سكر قد ايه كنت احط لك. اني لما اقول لك سكر بري يبقى سكر بري. ما هو انت لو بتحط معلقه واحده او حتى معلقتين كماش، انما انت بتحب في السكر كله والباقي بتاخده في قرطاس. انت يا واد انت عايز تشربني على مزاجك؟ اني هنا بقعد بفلوس. فلوسك؟ فلوس ايه يا ابو فلوس؟ ده انت عندك 52 جنيه وربع جبت مشاريب قديمه ومش عايز تدفعهم لحد دلوقتي. ليك وهتاخد وعليا هديك. ما بسمعش منك غير الكلمتين دول. يا واد ده انا بحوشهم لك، عايز اديهم لك لوكشه واحده. ده كلام. انت واد انت بقيت لمت كده ليه؟ طب عليا النعمه لو ما جبت لي شاي سكر بري لا اشتكيك لاخويا طاهر ويعتج لك انت واللي يتشدد لك. وعلى ايه؟ وعندك واحد شيخ اخو الباشا الكبير بتاعنا. ده شكل بالي كامل. عاطف. سايبك بقالي 5 سنين وارجع الاقيك لسه قاعد على القهوه في كفر الور شبين القناطر القليوبيه. نعمل ايه بقى؟ انما انت وحشني، قول لي عامل ايه؟ زي ما انت شايف. ايش عليا النعمه انا معرفتك. اصل سافرت ايطاليا، ربنا كرمني وعملت قرشين. ايطاليا مره واحده؟ طب اقعد رسيني. شوف يا سيدي، انا قعدت في ايطاليا 5 سنين كانوا على جنب واحد. ربنا كرمني حوشت قرشين، اشتريت فدانين وبيتين وجبنتين وتوك توكين، واحد ليا والتاني لسعد اخويا. هو انت يعني ناوي تشتغل على التوك توك دي؟ اشتغل ايه؟ انا بقول لك معايا فلوس ياما تشتري اسطول تكاتك. امال انت جبته تهبب بيها ايه؟ ملاكي، حاجه خصوصي بالسواق، تحب افرجك عليه؟ يلا بينا. يلا. الشاي. سك على الشاي يا هلا وخلي الباقي عشانك. باقي عشاني؟ واخرب بيتك انت واخوك. بقول لك ما جاليش نوم من ساعه ما مضيت على وصل الامان. يا حبيبي عايز نعمل لك ايه يعني؟ حاجه نايمك ولا ايه؟ تديني وصل الامانه وزي ما وعدتك اول لما يجي لي فلوس هرجع لك المبلغ اللي خدته منك. يا معتز انت فاكرني خريج كليه طب قسم تشريف اطفال ولا ايه؟ يعني ايه يا منير؟ يعني اشفط بطنك وعدي. يكون معاك ال 25000 جنيه تجي لي تسلمهم لي اديك ايصال الامانه. وافرض يا اخي معيش فلوس وعرفت اتصرف لك في الفلوس دي اعمل لك ايه يعني؟ يبقى ساعتها بقى اللي يحصل. عيب كده يا منير، ده انا مهما كان اخوك يا اخي. ما تفرقش معايا يا حبيبي، اخويا وابويا، انا في الشغل شغل. يعني ده اخر كلام؟ ده اللي عندي. ماشي يا منير يا اخويا. وماشي ليه؟ ما تقعد اعمل لك كوبايه اعشاب تهدي اعصابك. جاهز انت يا جاهز انت. اسيب يا جدع، اسيب يا جدع. حلاوه يا حلاوه، حلاوه يا حلاوه. ايه يا حلاوه؟ ايه رايك بقى في الركوبه العظمه دي؟ ايش الله يرحم ابوك اللي كان بيركب الحمار ويرفع الجزاز بايديه. عقبال لما تبقى زيك. داني غلبان قوي، داني بكح ملح. ان وانت وانا اسفرك ايطاليا. طب ازاي؟ معاك باسبور اعتبره تعال. و20 باكو. باكو ايه؟ باكو البان؟ نبقى ليه 20000 جنيه. هو انا يا واد انت لو كنت هحتكم على المبلغ ده ايه؟ كنت فكرت في السفر من اساسه؟ يا عبيط، ما انت هتسافر ايطاليا وهتقبض هناك باليورو وتتجوز ايطاليه زي ما انا اتجوزت، وبعدين تحوش لك قرشين وترجع الكفر تعيش ملك. قول يا رب. طب اركب. الشاي بتاعك يا زوز. ميرسي يا حبيبي. بنانا ميلك بتعمل له. انا كنت متاكده انك بطل وبطل قومي كبير كمان. سعيد انا عايزه اقول لك ان عينيك دول تمن لشيء نبيل فادتنا بيه كلنا. سعيد انا ايه علاقه عناية بالموضوع؟ حلوين.
مالك يا زوز عامل كده ليه؟ هما راحوا ازاي يا سعيد؟ منير رفض يديني وصل الامان اللي كتبته على نفسي، وحسيت من كلامه معاه ان نيته مش سليمه، وان هو يعمل حاجه انا مش فاهمها. طب ما قلتش لباباك ليه؟ والله خايف اقول للحاج يعمل معاه مشكله، يجرى له حاجه، ما انت عارفه حالته. خلاص يبقى ما قدمناش غير ان احنا ندفع له فلوس ويرجع لنا الايصال. منين بس يا امان؟ انا ما عنديش مانع ان احنا نبيع الشبكه بتاعتي والذهب وترجعهم لي وقت ما انت عايز. انت بتقولي ايه؟ انا لا يمكن اوافق على كده ابدا. ليه بس يا معتز، هو في فرق بيني وبينك؟ يا حبيبتي انا هموت من الجوع، لا يمكن افرط في شبكه فرحنا ابدا. طب هنعمل ايه يا معتز؟ والله بفكر ابيع العربيه بقى وخلاص. لا والنبي الا العربيه دي بتنفعنا في كل حاجه، وبعدين لو بعناها مش هتجيب لنا فلوس. اكيد في حل تاني. خلاص سيبها على الله وربنا يجيب العواقب سليمه. ربنا يستر. المهم انت قلت لمامتك على موضوع عمر ولا لا؟ اكيد لا، هحاول احل الموضوع ده من غير ما تعرف. هنتكلم النهارده عن التركيب الداخلي للكره الارضيه. يعتقد العلماء ان الجزء الداخلي من الارض عند نشاتها كان في صوره منصهره بفعل درجات الحراره المرتفعه جدا في باطن الارض. اتفضل يا استاذ الشيخ. تسلم ايدك يا ست منيره. اخبار الولاد ايه؟ لا كويسين قوي ممتازين. طب الحمد لله قوي الحمد لله. منيره، بقول لك ايه يا منير، حضري لي لقمه كلها قبل ما استحمى. ليه هو انت نازل؟ نازل اقعد على القهوه شويه، شم شويه هوا نضيف، بالمره العب لي 10 طاوله. طيب قبل ما تنزل يبقى سيب فلوس. فلوس؟ هو انت كل ما تشوفي خليتي تطلب مني فلوس؟ جاريه يا شيخه، انت ما تشبعيش؟ ايه؟ بلاعه وطفحت؟ وانا يا اخويا باخدهم احطهم في جيبي، ما انا بصرفهم عليك وعلى عيالك. وانا جايب لك منين يا اختي انت وعيالك؟ ده راجل شيال وغلبان وحد تصعب على الكافر وشغال في المجاري. ولما هي تصعب على الكافر هتنزل على القهوه ليه؟ عشان اشم شويه هوا نضيف، بدل ما طول النهار عمال اسلك في ملاعات الصرف. صرف؟ حوش حوش، فين الصرف ده يا اخويا؟ احنا لا شفنا منك ابيض ولا اسود. والله حاجه حلوه قوي، خشي لي قافيه كمان يا منيره. بقول لك ايه، اتلمي يلا وروحي حضري قلت لك عليه. طب هات فلوس. مفيش فلوس. طب والله العظيم انا محضره تاكل وعلى مفخيرك اركبه. بقول لك ايه يا منيره، انا دماغي فيها كلام بتاعي، اتمسي وقولي يا مسا. واحد الله يا اخي شلبي ما يصحش الكلام ده. ودي ده كمان، مالك يا اخويا بتكلمني كده ليه وانت حاطط على مناخيرك؟ ابدا اصل انا عندي زكام وخايف عليك يا اخي. لا يا حبيبي والله لو مسدود اسلكها لك، خليك في شغل، ما تدخلش مالكش فيه. تعالى تعالى، ريحتك عبقت المكان، خش استحمى. كده اهو يا منيره، بتستعار مني؟ ده انا ريحتي دي شرف المهنه. قصدك قرف المهنه، خش بقى استحمى بقى. كده اهو. طيب والله ما انت شايفه مني تعريفه الا بمزاجي. وكمان مش هستحمى عندك فيكي، ها. روح يا شيخ، إلهي تغرق في بلاعة ما يعرفوا يجيبوك، قادر يا كريم. ما تشوف حالك يا أستاذ أنت كمان. حاضر يا ست منيرة، حاضر حاضر. بص احنا من غير كلام كتير كده عايزين نخلص الموضوع بهدوء ومن غير شوشره، ولا حاجه تاثر عليكي ولا علينا. شوشرة ايه يا باشا؟ انا في السليم. في السليم؟ بقول لك ايه، من الاخر كده ابعدي عن عمر اخويا. اعتبر ده تهديد من حضرتك ولا ايه بالظبط؟ اعتبريه زي ما تعتبريه، لو ما بعدتيش عن اخويا والله العظيم لخلي معتز يلبسك قضيه. بصي يا شاطرة، عمر اخوكي ده يبقى جوزي وانا مراته على سنة الله ورسوله، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. ما تتكلمي بقى ده ست انت، ده انت مستفزه قوي. وانتوا خليتوا فيها ادب انت ولا هي؟ الظاهر ان سكتنا له دخل بحماره. شوفوا بقى، اذا كنت انا وافقت انكم تدخلوا البيت ده ورضيت ان اقعد معاكم فده علشان خاطر عمر جوزي، اما كلمه زياده ما تكونش على مزاجي منك ولا منها هعرفكم انتوا الاتنين مقامكم. يا ده انت بيك حوالين الادب بجد. استنى يا معتز، ايه؟ مقام ايه يا رقاصه يا بنت الرقاصه؟ تصدقي بقى؟ اوعي